بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل اللي بيتابعونا النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنقدم لكم معلومة جديدة عن طقم بتستخدميه في مطبخك من خلال مول القدس. النهاردة هنقدم لك طقم الاستانلس الأكدنيز. احنا عارفين طبعا إن السوق موجود فيه استانلس كتير، ولكن احنا هنشرح لكم حاجة بعينها. النهاردة هنقدم لكم طقم الاستانلس الأكدنيز التركي، وده يعتبر من أفضل أطقم الاستانلس الموجودة في السوق عموما. ان شاء الله باذن الله هنشرح لحضرتك كل مميزات الطقم، وازاي تستفادي بالطقم بتاعك، وازاي يكون عندك معلومه عن الطقم بتاعك من خلال مول القدس. مول القدس النهارده بيقدم لك طقم 17 قطعه من الاكدنيز التركي ستانلس 18 على 10. يعني ايه ستانلس 18 على 10؟ يعني ايه ضمان 25 سنه؟ يعني ايه قاعده توزيع حراري ثلاثيه؟ لازم حضرتك يكون عندك كل المعلومات عن الطقم بتاعك اللي حضرتك هتستخدميه في بيتك. وليكن احنا النهارده هنبدا باكبر حله في الطقم، وهي الحله الكبيره اللي حضرتك بتستعمليها في المحاشي، بتستعمليها في عمل تسويه اللحمه، في الكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله الطقم بتاعنا استانلس 18 على 10. اليدات بتاعته زي ما حضرتك شايفه شغل برشام، مش شغل لحام او مسمار. المسمار ده من عيوبه ان هو لما بيجي عليه بخار اثناء التسويه بيعمل اكلان في الاستانلس. تمام. الحاجه التانيه ان الاستانلس بتاعنا بيتميز ان له قاعده توزيع ثلاثيه زي ما حضرتك شايفه. ان القاعده ثلاثيه، القاعده الثلاثيه دي من مميزاتها ان هي بتوزع الحراره بالتساوي على الحله كلها، او على حته الاستانلس بتاع الحله زي ما حضرتك شايف. يعني الحله هي ما بتلاقيش مثلا الاكل بتاعك مستوي من هنا اكتر، لا الاكل بيكون مستوي كله على بعضه. انما القعده العاديه بيكون الاكل مستوي من تحت اكتر من فوق، فبتضطر ان حضرتك تسيبي الحاجه على النار تاخد وقت اكتر عشان الطبقه اللي فوق او النص اللي فوق من الحله يستوي زي باقي الحله. فاحنا بنقول النهارده فايده القعده الثلاثيه ديت ان هي بتخلي المنتج بتاعك او الحاجه اللي موجوده اللي انت بتسويها بتكون درجه التسويه بتاعتها كلها زي بعضها. النهارده ستانلس 18 على 10. 18 على 10 دي يا جماعه يعني نسبه النيكل والكروم اللي بيتصنع منه الستانلس او اللي بيتكون منه الستانلس. هل طيب في حد هيقول لي انا هستلمه على المغناطيس والكلام ده كله؟ ماشي، مفيش مشكله. المغناطيس طبعا ما بنختبرش الاستانلس من القاعده، لان القاعده دي معروف ان القاعده دي المونيا، والقاعده دي لازم تحتفظ بالحراره عشان تعمل عمليه التسويه الكامله. طبعا لما القاعده تكون المونيوم المغناطيس بالتالي هيلزق فيها. احنا بنختبر الحيطه بتاع القاعده بتاع الحله، الحيطه هي اللي بتكون 18 على 10. والى حد ما الاستانلس 18 على 10 بيشعر معاكي مع المغناطيس، لان التكوين الكروم والنيكل بيشعر مع المغناطيس. دي حاجه معلومه تانية بنقولها لحضرتك. ده معنى الاستانلس 18 على 10، ومعنى يعني ايه قاعده ثلاثيه للطقم. طيب الحاجه الثالثه اللي تهم كل ست بيت ان يكون الطقم الاستانلس بتاعي ليه ضمان. الضمان بتاعك 25 سنه، و25 سنه دي فعليا مش كلام. يعني لو حضرتك لون الطقم غير منك، او وليكن البرشام بتاع اليد فك من حضرتك، او القعده ظهر فيها اي عيب من عيوب الصناعه، حضرتك بتقدري تاخدي الطقم وتروحي بيه وليكن المكان اللي انت شارياه منه او للمكان اللي عليه الضمان. بتقدري تاخدي القطعه بتاعتك وتغيريها من الضمان عادي خالص، ان دي عيوب صناعه ودي بتلزم شركتها. طبعا الاكدنيز ما فيهوش المشاكل دي بفضل الله، الحمد لله ان طقم الاكدنيز ما فيهوش اي مشكله من المشاكل دي. طيب احنا عندنا الطقم بتاعنا بيتكون من 4 حلل زي ما حضراتكم شايفين، وبيتكون من كسرولة، ومعانا براد، ومعانا طقم كنك، ومعانا القلايه بتاعتنا. طيب هل حد يسالني سؤال ويقول لي طيب سمك القعده بيختلف من الحله عن البراد او القلايه؟ اقول له لا. شركه اكدنيس بسم الله ما شاء الله التصميم بتاعها عالي جدا، وبتخدم القعده بتاعت الحله زيها زي البراد وزي القلايه بتاعتها، مفيش فرق. سمك القعده هنا هو سمك القعده هنا. الشغل البرشام بتاعها عالي جدا، شغل البرشام بتاع القعده عالي جدا. طيب احنا قلنا التكوين 4 حلل وكسرولة وبراد وطقم كنك وقلايه. ده عباره عن 17 قطعه. الطقم بتاعك عباره عن 17 قطعه. ال 17 قطعه زي ما حضرتك شايفه في منه اشكال، يعني في منه الجولد اللي احنا شايفينه ده، وفي منه السيلفر خالص، وفي منه اللي هو الفضي، وفي منه اللي فيه السير الذهبي، يعني فضي وفي سير ذهبي. تمام. زي ما قلنا لحضرتك
كل المعلومات عن طقم الستانلس تابعينا على صفحة مول القدس على اليوتيوب. هتشوفي كل يوم ان شاء الله باذن الله معلومة جديدة عن طقم جديد لتعرفيه في بيتك. الكلام ده موجه لكل عروسة ولكل ست بيت، لازم يكون عندك المعلومة الكافية عن المنتج بتاع حضرتك عشان تقدري تستفادي من المنتج بتاعك، وكمان تقدري تتعاملي مع الضمان بتاع الشركة او بتاع المنتج اللي انت جايباه، وتقدري تتصرفي لو لا قدر الله حصل اي مشكله من اللي هي بتاع عيوب الصناعه. النهارده قدمنا لكم طقم الاستانلس، وقدمنا لكم شركه بعينها وهو استانلس الاكدنيز، وده يعتبر من اعلى الاستانلس المتوفر في السوق. تابعونا على صفحه مول القدس على قناتنا على اليوتيوب. اهلا وسهلا بحضراتكم وشرفتونا، واقول لكم مع السلامه والى اللقاء.